يا صباح الفل عليكم، يا صباح العسل، صباح القشطة، صباح الأناناس، صباح الفل عليكي. كل سنة وانتم طيبين. العيد على الأبواب وهنبدأ نخبز معاكم البيدفور والحاجات الحلوة، واللي متغاظ مننا يجي يعمل زينا. أول حاجة بقى دخلت على المطبخ عايزة أعمل شوية فطار، بس تابعيني يا بت منك ليها. هنعمل حاجات جميلة جدا النهاردة. عايزة أعمل شوية حواوشي. إيه كان معايا تنظيف وإيه وتعبت بقى وإيه وحاجات جميلة جدا. يعني اي حاجة على الفطور عندك. احنا بالرغم احنا ما بناكلش، بناكل على السحور، بيبقى التركيز كله ايه على السحور. هنعمل بقى ايه الحواوشي ونشوف طريقته ازاي والحشو ازاي. وانا عصقته العصيقة طبعا كنت معصقاه قبل كده، وحطيت العصيق طبعا بحطه في الفريزر، لحمة وشطة عشان يبقى متفقين، وبصل وتوم ني. تمام. طبعا هنزلكم معايا الفيديو بتاع التعصيق في فيديو تاني بإذن الله. شايفين عادي الحشو انا حشيت عشان بس ايه اوريكم. النهارده اليوم كان معايا سريع، كنت عايزه يعني اخلص حاجه كده بسرعه، عشان بس زي ما انتم عارفين خبيز العيد. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد ده هينزل بقى خبيز العيد، ونشوف عالتكات وحلويات. يلا بقى نصلي على النبي ونصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا حشو مصري عادي، بدل ما انا قلت ان انا اوفر، بدل ما اعمل العجين بتاعته، لا انا هجيب مصري اللي هو الرقيق ده اهو، الرغيف بجنيه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. كومنت عاد حلو ولايك، ما تنسيش بقى في اللايك. وجي بقى ايه، بصوا الحشو اهو، بيبقى في الفريزر عندك في التلاجة زي ما انت حابه، بيقعد معاكي والله بالسنه. وبسم الله ما شاء الله. عندك ضيوف، لا بسرعه اشتري العيش وحشه واعملي. ولو انت عايزه تعمليه بالعجينه مفيش مشكله، كل عجينه وليها طعم، وكل عجينه وليها حاجه. ممكن بتعجن بالزبادي، باللبن، ميه، بملح، زي ما انت حاب. الحاجه دي حاجه حريه شخصيه. طيب انا عملت بالعيش عشان ايه اضيعش وقت، والعيش معاه بيبقى حلو كده ومحمص ويعني جميل باذن الله. طيب بصوا اهو، بصوا ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو عسل رقيق كده وجميل. هنبدا نحطوه كده في الفرن على بعضه، يديها سنة اللهم صل على محمد، سنة حاجة تبقى كده يعني ناشفة شوية. بعدين نبدأ نشيل الحاجة ونحطه في كيس ونغطيه ايه على الفطار، سواء كان في 10 دقايق، ربع ساعة، زي ما تحسبيها يعني. تمام. بصوا اهو، حطي كمان داخلها جوه اهو. شايفين الحلاوة ازاي اهو. حاطه شويه لحمه على البوتاجاز، مفيش مشكله، احمرهم شويه سمنه بلدي وتمام التمام باذن الله. طيب ده العيش. طيب مش هيرجع ني، لا يا حبيبتي، انا بحطه على الفرن اول ما اسخن الميكروويف، ببدا احطه على بعضه عشان يستوي وما ينشفش، ويبقى الحاجه بسم الله ما شاء الله جميله جميله جميله. طب الكميه دي كلها انت عامله وليمه؟ لا انا مش عامله وليمه، عادي بيتحط برضو في الفريزر وبيتسخن في الميكروويف وبيبقى جميل جدا جدا جدا. نتكلم بقى على سعر الرغيف. عامل بره 15 جنيه عندنا، واكتبي لي انت في كومنت اسعار الحواوشي عندك ايه، واسعار طواجن المكرونه عامل 20 جنيه. بصراحه يعني البيت اوفر وهياكل معاكي كتير، وده غير بقى النظافه، وغير ان انت يا حبيبتي عارفه تستخدميه ازاي وحاجته ازاي باذن الله. طيب اهو نفتح اهو. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. دي بقى نص رغيف كان فاضل معايا، كان العيش رغيف ما مش يتقطع كله، قسمته نصين اهو. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. هننزل بقى الفيديو الجاي باذن الله، هنبدا ننزل طريقه الخبيز باذن الله بمكونات جميله جدا وسهله وحاجات بسيطه جدا، بشويه بيضه عندك في البيت على شويه دقيق من غير مضرب ولا اي حاجه، هنسهل الامور مع بعض باذن الله. بصوا ده العيش. يلا بقى نعمل ايش السخينه بتاعه الفطير. اول حاجه بقى قشرنا البصل وقطعناه قطع كبيره، عايزاه النوع المكرمل ده اللي هو يدينا اللون البني. تمام. يبقى انت عامله النهارده اللهم صل على سيدنا محمد، اعوذ بالله من كلمه، انا عامله الفطير وعامله اللحمه وعامله شويه حواوشي على شويه مخلل شويه سلطه، واليوم يتقضي عشان قلت لكم ان انا معايا خبيز ومعايا حاجات كتيره، فايه لازم احضر فطار النهارده اهو. شايفين اهو.
بعد ما تقلبي فوق تحت وخلاص طفينا عليها، نحط بقى معلقة سكر، عشان زي ما احنا عارفين طماطم اليومين دول طماطم خضراء، طماطم خضراء، فلازم ما لازم محتاجة معلقة السكر. كيف باقي الطماطم اهو. يلا نشوف بقبق ونرجع تاني بإذن الله. اهو بصوا زي ما قلت لكم شوية السكر اهو. اعملي بقى التكة دي وشوفي ايه رأيك في ايه السخينة بتاعتي. جميلة جميلة جميلة، اللهم بارك. شوية كمون على شوية فلفل على شوية ايه ملح. انا حطيت سكر يبقى لازم احط ايه ذرة ملح اهو. بسم الله. نحط بقى كبشة مرقة، كبشة اللي هي المرقة اللي هي مرقة باللحمة اللي انا عاملاها اهو. الشوربة ما فيش خلاص عندك لحمة يبقى ترمي لها مكعب او 2 مرقة، واتفرجي بقى على الحاجة وتبقى بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمة اهو. والشوربة اللي هتفيض من اللحمة دي بنعمل بيها عدس، بنعمل بيها فول، بتبقى